قال لهم والله لا لا لا، عندي بضاعات، عندي حاجات كثيره لميتها غادي واشتغلت شغل رسمي، والحاجات بضاعات دي كلها جايه في سكه. وقول لهم الدبش جاي يا شباب، الدبش جاي ورا، الدبش جاي ورا، بس تشوفوا. خلاص شهر يفوت، شهرين، 3 شهور، ما عنده شيء. في الاخر ابوه بيساعده في الزواج والحاجات دي، ولسه قايل انه عنده بضاعات الدبش جاي ورا لسه. والدبش ده ما جاء، الدبش ما جاء. والناس في الحدود اكلوه جمارك ونعرف. ده الفيلم الثاني. الفيلم الثاني ده لان فيه كوميدي وفيه تمثيل زي ما قلت لك، يعني تمثيل كويس جدا حتى من الناس اللي اصلا ما عندهم خبره في التمثيل. نعم. الفيلم ده مش بعيد. اتسرق سرقوه في نيجيريا، نسخوه ووزعوه في افريقيا الوسطى كلها، يعني تشاد وكاميرون وهنا. فالناس المثلوا في الفيلم بيجوا خلاص معروفين في البلد، من جميله اللي هي بشي بعرفهم يا فلان. اساميهم شنو في الفيلم ده نسيت. ابو بكر معاك لسه في الفكره؟ بكر كان معانا في تشاد، انا لسه في. لا في الفيلم الثاني برضه كان مشارك. فيلم اللي بعده. فيلم اللي بعده كان الكاتب هو اسمه كابتن ماجد. كابتن ماجد ده زي المسلسل الياباني بتاع الكوره. بتاع الكوره ده. عن واحد شاب تشادي بحلم بانه يلعب كوره عالميا في دوري اوروبا الابطال وكده. فيمشي يلعب مثلا في اسبانيا وهنا. وتلاحظ انه في تشاد ممكن تقول مثل في السودان ان الفريق يعني المنتخب القومي ضعيف جدا في تشاد، يعني زي ما في كويس. لكن الناس كلهم بيتابعوا الكوره. يعني انت كان جاك ان شاء الله كلاسيكو بتاع ريال مدريد وبرشلونه، تلقى المقاهي والحتات والاحياء والناس يجوا عنده تلفزيون بيقعدوا معه. يا اخي اوين بزخردن ومعهم عيالهم بيلعبوا في الشارع لأي جول، وهنا حركه كثير يعني. ف ده الموضوع بتاع كابتن ماجد، انه واحد بيكون في هله صغيره جدا في تشاد في الصحراء وشنو، ويحلم بانه يمشي يلعب كره في اوروبا. والشيء اللي بيخليه بيحقق الحلم ده المخدرات اللي بيسموه بنجا في تشاد، بنجو يعني عندكم في السودان. يعني ما وحاجات دواء كده ثاني يعني. يعني انه يتاجر عشان يحصل قروش. والله حلم عام يعني، ده حلم الشباب. لا عشان تلعب في اوروبا يعني، عشان يمرق من تشاد اصلا. أيوة. عشان يمرق من تشاد، دي الفكره. فالفيلم كابتن ماجد ده ما شاء الله نجح في كم مهرجان دولي. بدأ في كندا وجاء اوروبا وشارك في مهرجان في افريقيا في يوغندا مثلا. وابو بكر نفسه موجود في كندا الان، وللاسف الشديد ما قدر يشارك في فيصل جوز ويست، فيصل حجي غريب اللي هو اخر فيلم اخرجناه.